هاي جايز، اليوم بدي اعملكم كبدة على طريقتي زاكية وبتجنن وسهلة وخرافية ممكن نقول. بس قبل ما نبلش اطلب منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك، هاي الشغلات كلها بتشجعني. وهلا بلا ما نطول خلينا نروح على وصفتنا. اول اشي بدنا نبلش بطنجرة نحميها ونحط عليها زيت قلي. بعدين بدنا نحط الكبدة المقطعة والمنظفة، وهون احنا مستعملين 2 كيلو كبدة. بعدين بدنا نحركها شوي. هلا مبدئيا نضلنا هيك نحركها شوي ونتركها نحركها ونتركها على ما المي تطلع منها. وهلا بس تنشف ميتها شوي بدي اضيف عليهم البصل، وانا هون مستعمله تقريبا 6 بصلات. ما تستغربوا من كميه البصل لانه البصل بالاخير بيدوب وبيعطي طعم كتير طيبه للكبده. وانا خليت كمان الكبده تنشف ميتها عشان البصل هون راح يعمل مي كتير كمان. وبعدين بدنا نضيف عليهم ملح، وكمان يعني تقريبا معلقتين ملح، معلقه قرفه، وكمان معلقه فلفل اسود. وهلأ بدي أغطي عليه عبال ما البصل يدبل ويستوي. وبعدين بدنا نحط عليه الفلفل الرومي الأخضر، أنا اخترت، وانتو بإمكانكم كمان تختاروا فلفل حار، بس أنا ما بفضل الحار في الكبدة. وبعدين بدي أحط كمان دبس الرمان، وكمان ليمون. وهلأ بدي أغطيها وهيك بتكون خلصت عنا. هلأ بالنسبة للطحينية، كأنا وعيلتي بنفضل تكون جنب الكبدة، فعشان أعملها بدي استعمل طحينة مع لبن، وبدي كمان ليمون، طبعا هي بدها كتير ليمون، وملح. وهيك تكون جاهزة عنا كتير زاكية مع الكبدة. وهيك قدمتها مع البيبسي والطحينية طبعا. وهاي كانت وصفتنا. إذا حبيتوها واستفدتوا منها بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك، هاي الشغلات كلها بتشجعني وتخليني استمر. واكتبوا لي تحت بالكومنتات ايش تحبوا اعملكم وصفات بالفيديوهات الجاي.